السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم مفاجأة كل ليلة. تيجوا بقى نتكلم عن الصاروخ الصيني التايه ده. اشمعنى احنا؟ هي جت علينا احنا يعني؟ بصوا بقى، عشان أنا اتخنقت من الصين وبلاويها وكل شوية بلوى شكل. أنا لو رحت الصين دي هموت. الصين حلوة، ياكلوا وطويط وصراصير وعك ويجيلنا احنا كورونا وحاجات غريبة بقالنا سنتين فيها اهو. فيها ايه يعني لما ياكلوا فراخ ولا سمك ولا كحك العيد حتى؟ مين ده؟ صرصار هاكل ايه؟ ده عندنا بيضربوه بالشبشب. لا وايه، صاروخ يتوه منهم والعالم كله عمال بيلف حوالين نفسه وهم ولا هم هنا ولا كأنهم عملوا حاجة، انما توصل انهم يحدفونا بالصواريخ. لا بقى كده كفاية. لا ده انا خرابها في مصر. طب وربنا كمان مرة لا نايمك من المغرب الصين. نيجي بقى للبلوى الجديدة اللي حدفوها علينا وعلى العالم كله، وهو الصاروخ الصيني الشارد لونج مارش 5B. وده بقى مش أول صاروخ تطلعه الصين ويتوه منها. الصاروخ ده زي ما قالت ناسا بيلف الأرض لفة كاملة مرة كل ساعة ونص أو 90 دقيقة، والأمريكان بيقولوا إن حركته عشوائية وممكن يقع في أي حتة من خط العرض 41.5 جنوبا لخط عرض 41.5 شمالا. يعني إيه؟ يعني ممكن يقع في أي حتة في أمريكا ما عدا ولايات معينة. ممكن يقع في نيويورك، نيوجيرسي، وفي أفريقيا ممكن يقع في شمال أفريقيا اللي منها مصر طبعا أو السودان. أهدى مكان في العالم. المشكلة بقى إن الصين ولا فتحت بقها ولا طلعت أي تصريح، وده عشان هي معتمدة على إن الصاروخ هيقع في المياه الإقليمية الدولية ومش هيقع في منطقة مأهولة بالسكان زي ما بيعتقدوا، مع إن الصاروخ مر على مصر وسوريا وأكتر من دولة أكتر من مرة، وقعد في مصر 7 دقايق في مرة واحدة. مش شايف أي حاجة. مش شايف إزاي يعني؟ ده بلوتو قرب أوي من الأرض. فين ده؟ أما رأي جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية في معهد كامبريدج ماساتشوستس، واللي شغلته الأجسام في الفضاء، قال جوناثان: أعتقد إنه إهمال من الصين، وأعتقد إنه عمل غير مسؤول. كمان الأمريكان يا بوليس يا شرطي ما بيعرفش يوقفني. القطر هينزل بعد 10 دقايق وما بيعرفش يوقفني. حرق معظمه، لكن ده برضو على أفضل تقدير للصينيين، لأن الصاروخ وزنه كبير جدا ووارد إن يقع منه أجزاء على مناطق مأهولة بالسكان. الفكرة بقى إن رد فعل العالم كله كوم، ورد فعل المصريين كوم تاني خالص. فأنا أصلي اتخضيت لما لقيت بلوتو قرب من الأرض، وبعدين ما لقيتش حد غيرك جنبي يلحق ايه؟ يعني هلحق ايه؟ بلوتو ده لو وقع عن حلقه مثلا. على كل حال المشكلة متوقع إن هي تنتهي من يوم 8 ليوم 10 مايو. هتنتهي بقى على سلام أو بخسائر، ده موضوع في إيد ربنا وحده، لأن مسار الصاروخ عشوائي. ربنا يسلم ويحمينا جميعا ويرحمنا بقى من الصين واللي بتعمله فينا والبلاوي اللي بتجيبها لنا كل شوية. في نهاية الفيديو لو عجبكم اضغطوا إعجاب، اللايك ما بيعضش والله، واكتبوا لي متوقعين الصاروخ ينزل فين بالظبط، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة بالذمة ده كلام. دمتم في أمان الله.